النقابات وإلى أي حكومة وإلى الرئيس الملك، ونقول للملك على الملك أن يسمع صوت الأخوة الحركة الإسلامية، فهي حركة ما كانت يوم إلا مع الوطن وأمنه واستقراره، ولم يسجل تاريخ الدولة الأردنية أي موقف لأبناء الحركة الإسلامية رحمة الله على من انتقل إلى رحمته تعالى، وندعو بطول العمر لمن هم على قيد الحياة. ولذلك أصلا إيمانهم في الأردن جزء من عقيدتهم كمسلمين، ولذلك اليوم التحديات كبيرة، وشعر أبناء الحركة الإسلامية أن الأردن اليوم مهدد وجودا وحدودا ونظاما. فالعدو بالأمس وغير الأمس أعلن الحرب عبر إعلامه على الأردن، وهاجم حتى وصل التهديد للملك، وإحنا وقعنا اتفاقيات وقلنا والله ألغينا يعني الوطن البديل والتوطين والتهجير. هو اليوم يعلن الحرب علنا، وميثاق نتنياهو يحث أن الأردن هو يجب أن يكون جزء لا يتجزأ من فلسطين اللي احتلوها هذا العدو الصهيوني، ونحن نستقبله، وتوجد سفارة صهيونية على تراب الأردن، وكر التجسس الاستخباري والأمني. ما يجري اليوم، شوفوا تقولكم الملك لما أعلن وقال بصوت عالي لا للتوطين ولا للوطن بديل. طيب أبناء الحركة الإسلامية تقدمت وسارعت بالوقوف دعما لهذا القرار. وأيضا عندما أعلن ترامب موقفه ضم القدس ونقل السفارة، أول من كان يقف أمام السفارة وينطلق بالمسيرات والاعتصامات تأييدا لموقف الأردن، حتى الإعلام والمخابرات الصهيونية انتقدت وقالت هذول الحركة الإسلامية الآن يدعموا النظام. فإذا كان دعم النظام لصالح الوطن والمواطن فنعم هذا الوضع السياسي. أنا بقول وبصوت عالي، لماذا هناك الهوة؟ من يصنع الهوة بين النظام والحركة الإسلامية عبر تاريخها؟ ولذلك أنا بقول عندنا اليوم صفقة قرن، وبعدين لا يمين ولا يسار، كلهم مجرمين. كل محتل لأرضي فهو إرهابي، تشمل كل محتل لفلسطين. بعدين التركيز على الولاية على المقدسات شو اسمه كذا كذا. يا عمي أنا ولايتي على فلسطين، كل فلسطين. الاتفاقية التي وقعت إعطاء الولاية المقدسات حسب المادة 9 هذه مرعبة. الله يرحمه الدكتور عدنان كان مستشار رئيس الديوان الملكي، كان سئل عن هذه الاتفاقية، سألوا الملك حسين قال له شو رأيك بهذه الاتفاقية؟ أنت ما حكيت اليوم. عدنان أبو عودة قال له يا سيدي أنا ضد هذه الاتفاقية. قال له ليش؟ قال أنتم الآن في ظل المادة 9 اللي بتحكوا عنها كأنكم شرعنتوا الاحتلال واستثنيتوا ولايتكم عن المقدسات. ومبارح شو بقول الكيان الصهيوني؟ هذا وصايا سجاد. شوف استهزاء. والملك بالأمس صرح إنه خطوط حمراء. ثاني يوم المجرم هذا وزير الأمن القومي اقتحم المسجد الأقصى حتى يرسل رسالة من يقول هناك خطوط حمراء، احنا هنا اخترقنا الحدود الخطوط الحمراء، فماذا أنتم عاملون؟ والله وطننا غالي علينا، وبهمنا وجوده وبهمنا أمنه وبهمنا استقراره. هذا جزء من عقيدتهم، هم بيستعملوا الديانة عندهم، احنا من واجبنا أن ندعم هذا الموقف. لذلك ما يتم اليوم علنا يا أخي نقل السفارة، هذا قرار بالكنيسة عام 80، وصدر قرار عن مجلس الأمن العام 80 قرار رقم 478 على 80 رفض هذا الفكر. قرار من سمعت الدبلوماسية ولا سياسيين قالوا لا والله ما في قرار حق العودة، قرار 194 على 1948. هذا القرار معلقة عضوية الكيان الصهيوني وليسمع الإعلام، معلقة من عام 1948 لغاية الآن بقبول حق العودة، مع أني بسلمش بمضمون حق العودة بمجمله لأنه بيعترف بالكيان الصهيوني، لكن حدها
وصدر 130 قرار توكيدي على حق العودة. هل تعلموا؟ وقرار 242 وقرار 204 الولاية الجدار العنصري الصادر عن محكمة لا الدول. كل القرارات اللي صادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة لم يطبق الفصل السابع. بمعنى لم يطبق الفصل السابع يعني فيش عقوبات، فحبر على ورق. هذا مجلس الأمن بقول من هذا المنبر يجب إعادة النظر فيه. حق الفيتو يجب أن يلغى، وساهمت أمريكا وغيرها على حق الفيتو. فلذلك من مطالبنا وتوصياتنا في هذا الشأن. طيب الأحزاب والنقابات، مش الأحزاب الأردنية ولا النقابات الأردنية فحسب، بل النقابات في الوطن العربي والأحزاب يجب أن يهب على قلب رجل واحد. معقول بناتنا وأسرانا وأسيراتنا من سجون الاحتلال، معقول عندنا لا يقل عن 22 أسير أردني و30 مفقود؟ ما بيكون دور للحكومة الأردنية أن يكون لها موقف واضح وجلي؟ يا أخي خذوا موقف. وإحنا بكتلة الإصلاح لما التقينا مع الملك قلنا له يا جلالة الملك إحنا ندعم أي موقف تقوموا فيه، وموقفكم اليوم ولاءاتكم نحن ندعمها ونؤيدها. بالله عليكم شو بدكم أكثر من هذا السقف؟ لا تضيقوا عليها، لا تحاربوا الناس في أرزاقها. يجب أن يكون ملف الحركة الإسلامية وأبناء الحركة الإسلامية ملف سياسي وليس ملف أمني. ما يحاربوها، والله هذولا هم حريصين على أمن المجتمع. وأنتم سمعتوا البيان اللي صدر والائتلاف أخي المراقب العام، كله حرص على الوطن وأمنه واستقراره. نرفض الكونفدرالية والفدرالية. نعم نحن مع الكونفدرالية والفدرالية اللي أضاف لها سماحته عند التحرير، وليس من شأنها أن يكون وطن بديل أو توطين. 57 عضو من الكيان الصهيوني يقول أن الأردن وطن بديل. الكتاب نتنياهو تحت الشمس الذي يباع في الأسواق الأردنية يقول أن الأردن هي الوطن البديل. إسحاق رابين لما زار الأردن قال حضور المؤتمر الاقتصادي قال جئتكم من القدس الموحدة والحمد لله لم نحرك ساكن. حتى المؤتمر الإسلامي أو مؤتمر إسلامي لما إجى على القدس وعقد مؤتمره اختلفوا هل القدس عربية ولا إسلامية. صوتوا على أن القدس إيش قال عربية. ولما راحوا على المؤتمرات في المغرب والجزائر قالوا القدس عربية ولا فلسطينية، قالوا بالتصويت المؤتمر الإسلامي فضيلة الأخ قالوا بالتصويت أن القضية قضية فلسطينية، وقالوا المنظمة التحرير الممثل الشعبي الوحيد للشعب الفلسطيني. أليس هذا خطر على الأردن؟ لأن أصلا فلسطين والضفة الغربية احتلت في ظل الدولة الأردنية، وموجب قرار 242 حق الأردن أن يطالب بالقانون الدولي عودة الضفة الغربية اللي الآن لحد الآن لم تعد في هذا الشأن. طيب التصريحات التي تطلق ماذا الرد عليها؟ أنا بطلب من الحكومة إذا بقي هناك حكومة، نحن أبناء الحركة الإسلامية وأبناء الوطن وكل القوة الحية أن نقف على قلب رجل واحد، نجمع كلمتنا ونوحد صفتنا. مش اليوم حارة فيلم حارة وفيلم جن وفيلم أبناء عبد الرحمن. هذا يخدم المشروع الصهيوني، يخدم الإملاءات، يخدم الماسونية العالمية التي تسيطر لخلق جو وفتن داخل الوطن العربي بما فيه الأردن. لذلك نحن اليوم من هذا المقر، مقر جبهة الأمس، نطلق صرخة مدوية للحفاظ على أمن وطننا، وأقول للحكومة وللملك أننا نحذر من موقف الكيان الصهيوني، ونحذر أن الملك مستهدف في هذا الكيان. فلذلك فلنوحد صفنا ونجمع كلمتنا. كلما قوى صفنا الداخلي وجبهتنا الداخلية أعطانا قوة في مواجهة هذا العدو الصهيوني. لذلك دور أن البرلمانات، وين دور البرلمانات؟ البرلمانات العربية تصمت عما يتم. أنا أحمل مسؤولية يا أخي، المجتمع الدولي يقف مع قضيتنا وبيعقدوا مؤتمرات واعتصامات. طيب أليس من واجب قوانا وأحزابنا ونقاباتنا ومؤسسات المجتمع أن تثور؟ أشغلونا بقضايا ما لها قيمة. الإعلام عليه أن يتقي الله. الحركة الإسلامية مهمة جدا في هذا الوطن، ديمقراطية وحقوق إنسان، وأنا بمنع أشارك بالانتخابات وبزوروا لي الانتخابات. التاريخ محمد عبد الرحمن خليفة رحمة الله عليه، وأنهي حديثي لما بالخمسينات قالوا والله الحركة الإسلامية من قال إنه موقفها مع النظام، ولو الحركة الإسلامية لازال النظام
ماذا قالوا الملك حسين؟ شكروا. والملك حسين أخي مراد غادر هذا الدنيا ويفتخر بالحركة الإسلامية ويتغنى فيها. قال أنا بدي أعطيكم شكل حكومة. قال لا، إحنا لما وقفنا مع الحريات وحقوق المواطنين ومع بلدنا ومع نظامنا الغاية منها خدمة وطننا، ليس مطامع شخصية. قال له هيا عبد الحليم النمر إذا بدك يشكل حكومة أو ما شابه ذلك. هذه مواقفنا، ليس حساب ربح أو خسارة، قضايا وطنية أمنية. فنحن عمقنا عربي وإسلامي، سنكون إن شاء الله مع وطننا وأمننا. ونقول للحكومة أننا اليوم نعلن وكل يوم نعلن تحت قبة البرلمان وكتلة الإصلاح تتبنى المشروع الوحدوي العربي والمشروع العودة للشريعة الإسلامية، شريعة وعقيدة ونظام حياة. والله لو طبقنا الإسلام شريعة وعقيدة ونظام حياة لكفانا. الاقتصاد، لو أنهي حديثي، الاقتصاد العالمي مصيبته اللي فرض ضرائب، كان المنجأ لهم أن يكون الاقتصاد الإسلامي هو المنجأ. لذلك لا تشككوا بوجودنا، تشكيككم بوجودنا هذا يخدم المشروع الصهيوني. وبعدين انتم الاخوان المسلمين قعدتم الأردن، لن يغادر الأردن وليس لنا غير الأردن. أما غيركم والفساد والفاسدين والله غير يزولوا على أول طيارة. دام الأردن وطنا حرا مستقرا ترعاه عناية الرحمن. عاشت فلسطين حرة عربية من بحرها إلى نهرها. واشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.